النهاردة هيكون معانا تحديات الأوف رود، وهيكون بطلها السيارات الفرنسية، وهيمثل السيارات الفرنسية النهاردة رينو داستر، أو في بعض الدول بتسمى داتشا داستر. المهم العربية دي في منها نسخة 4x4 وبتصنف على أنها أوف رود. صنفت على أنها أوف رود ليه؟ مش عارف، بس في ناس صنفوها كده. فتعالوا نشوف أداء العربية دي في الأوف رود في مقارنة مع عربيات تاني، وعشان نبقى متفقين العربيات فئاتها مختلفة، والاختبارات مش تحديات أكتر منها معرفة قدرات كل عربية منهم. وأول عربية هتكون معانا تويوتا هايلكس، عربية من أكتر العربيات اللي بيحبها عاشق الياباني، وعربية ليها تاريخ كبير جدا. والتحدي هيكون عبارة عن المرور في البركة الطينية الطويلة دي. العربية هتخش من أولها لآخرها، وهنشوف هتكمل ولا هتعطل في النص. والحقيقة إن الهايلكس مخيبتش أملنا، ومشيت بثبات وبقوة من الأول للآخر وقدرت تنجح. والعربية التانية معانا برضو من الياباني الميتسوبيشي L200، عربية مش منتشرة قوي، بعض الناس ممكن ما يكونوش عارفينها، بس من اللي احنا شايفينه والعربية برضو أدائها ممتاز. هتخش عربية تاني بعد كده اتطلبت كتير جدا، وهي الكيو 7. زي ما قلت لكم الفئات مختلفة والعربيات ملهاش علاقة ببعض، هي مجرد بنعرف قدرات كل عربية. وعند الأودي الموضوع معروف، الأودي تعشق الطين والتلج، وبالنسبة لها الموضوع عبارة عن نزهة لطيفة. وفي مشهد دراماتيكي فني بالسلو موشن بيوريك قد ايه العربية بتقدر تفرك أي حاجة تحتها، وفي الحالة دي الطين والمية، وبتعمل نافورة راقصة جميلة جدا. العربية بتتهادى ومش هممها أي حاجة. في الغالب في المواقف اللي زي دي المفترض إن أنت ما توقفش عشان ما تغرس، بس وانت راكب الأودي مش بتفكر كتير. نيجي بقى للبوس الكبير بتاع الفيديو ده، وهي الداستر، رافعة راية الفرنساوي. هنشوف هترفع الراية ولا ايه وضعها بالظبط. المهم في البداية بتخش الدنيا لطيفة جدا، ماشية عادي والموضوع لطيف، وتقدر تقول كده للوهلة الأولى إنها هتكمل. بس هو ماشي بطيء شوية، مش عارف ده ثقة زيادة ولا ايه بالظبط. والثقة الزيادة دي طبلت على دماغه في الآخر، لأن العربية وقفت، عملت نفس نافورة الأودي ولكن من وضع الوقوف. بيجي مين بقى عشان ينقذها؟ الوحش الروسي المجهول الواز. تخيلوا العربية الشكل الستيني دي هي اللي هتسحب الداتشا أو الرينو، وفعلا بتسحبها بمنتهى السهولة. هنشوف العربية دي وقدراتها برضو سريعا كده في الآخر، بس خلينا الأول نكمل بقية الاختبارات. وده شكل الداتشيا بعد حمام الطين الجميل اللي خدته. التحدي اللي بعد كده تحدي صعود التبة، والتبة المرة دي جافة وزراعية. الموضوع بالنسبة للهايلكس برضو نزهة لطيفة، ما كانش فيه أي مشكلة إنها تعدي. نيجي بقى للداتشيا بعد ما عملت ماسك طيني وطلعت منه وبتحاول تخش الاختبار اللي بعده. على قد ما شفنا ان الهايلكس طلعت بمنتهى السهولة، على قد ما بتشوف ان الداتشيا وقفت مكانها في النص، وتوصل للمرحلة اللي بنسميها شممها بصلة. صدقا انا بشوف ان المرحلة دي او الحالة دي تنطبق على 90% من السيارات الفرنسية. الداتشيا مجرد ممثل ليهم فقط، وبالفعل العربية بتتزحلق وبترجع لورا. نيجي بقى للأودي، صاحبها عنده ثقة كبيرة في العربية لدرجة ان هو بيطلع المطلع بمنتهى البطء، مش محتاج ياخد اي دفعة قوية من الاول عشان يقدر يكمل، وفعلا بتنجح. برضو في نسخة تاني من الاودي اجدد وهي الكيو 8، والحقيقة ان هي برضو نفس القصة على اختلاف الوزن والحجم، ولكن برضو بتنجح. طيب هنخش على اختبار تاني صغير كده شوية بس صعب جدا، وهو الحفرة الطينية دي. الحقيقة المشكلة في الحفرة دي هتشوفوها دلوقتي ان العجل مش كله بيبقى متماسك على الارض، والعربية بتوصل في وقت من الأوقات إن في عجلة بتبقى طايرة في الهواء، وده في بعض العربيات طبعا بيقلل من قوة دفع العربية، إلا لو كانت العربية مجهزة بشكل يخلي نظام الدفع فيها يوزع قوته على العجلات اللي فيها تماسك. وطبعا في نظام الكواترو ده موجود، وأودي أستاذة في الموضوع ده، شئنا أم أبينا. حتى لما نجيب الموديل بتاع كيو 7 اللي هو أقدم بكتير، وعلى اختلاف الوزن والحجم والأبعاد بتلاقي إن العربية برضو بتأدي كويس. هتواجه بعض صعوبات، ده طبيعي. أنا مشكلتي مع أي عربية مش إنها تواجه صعوبة وتقف شوية، الفكرة في الآخر هل هتقدر تعدي ولا لأ. والأودي هنا واجهت شوية صعوبات، والحقيقة أنا بالنسبة لي الكيو 7 مش العربية القوية قوي في الأوف رود بسبب حجمها، ومع ذلك العربية بتخالف وجهة النظر دي وبتقدر تطلع في النهاية. تيجي بعد كده عصفورة شقية صغيرة وهي السوزوكي فيتارا. هل السوزوكي بقى اللي في أغلب الظن عند بعض الناس عربية مش قوية ممكن تعدي الحفرة دي؟ الحقيقة ان هي ادائها هيفاجئكم، يعني ممكن تكون متوقع انها مش هتعدي، ولكن بتلاقي ان هي عدت بسهولة جدا. في جزء تاني مشابه للاولاني على اختلاف ان هنا مستوى المية اقل بس الطين والزرع اكتر، بتخش الهايلكس تقريبا بتتحدى نفسها ان هي تخش في الجزء ده وتخرج منه، بس الحقيقة ان هو كان صعب شويتين والهايلكس ورطت فيه. بيجي بقى صاحب الواز بيمشي من قدامه رايح جاي
في مشهد دراماتيكي أكنه بيقول له شوف يلا دي بتتعمل ازاي. الإخوة الخليجيين تقريبا بيقولوا على الموضوع ده بيطقطق عليه، مش عارف أنا قلتها كده صح ولا لأ، بس بالمصري نقدر نقول كده بيتمسخر عليه أو بيتمقلس عليه. يعني بيوريه ان هو بيخش وبيطلع ما عندوش اي مشكله في الوقت اللي انت ورطان فيه ومش عارف تطلع ولا عارف ترجع. والحقيقه ان الموضوع صعب، انا ما اقدرش اقول ان المنطقه دي سهله، وعشان كده الهايلكس بتعاني فيها. بس الصراحه الهايلكس برضو عربيه لا يستهان بيها، وبعد محاولات مضنيه بيقدر يتحرك. زي ما قلت لكم مش مشكله ان انت تورط، المشكله ان انت تطلع من الورطه، وهو قدر يطلع. بيجي بعد كده صاحب الكيو 7 بيقول لك يا عم انا هاخدها من قصرها واخش بقوه من النهايه، مش هخش من الاول. تقدر تقول كده ان هو بيخم. نفس القصة بالنسبة لل 200 برضو خدها من طرفها كده وخرج. والداتشيا برضو في ديله بنفس الطريقة. مفيش حد حابب يغامر المغامرة بتاعة الهايلكس، وعندهم حق الصراحة ما اقدرش الوم عليهم. في النهاية بقى بنشوف المشهد الجميل ده والقوي جدا للماز. عربية زي ما قلت لكم كده بتصميم ستيني، تعتقد ان هي عبارة عن عربية نقل خضار، ولكن هي العربية الوحيدة اللي دخلت من اول الطريق الطيني ده لحد اخره. العربية دي كل مرة بجيب لها فيديو بتفاجئنا. في النهاية هل تتفقوا معايا في وجهة النظر بتاعت ان الفرنساوي على اختلاف انواعه لا يتماشى مع فكرة ان هو يستخدم في الاوف رود، ولا عندكم بعض العربيات اللي ممكن تكسر القاعدة دي؟